ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة عمل الدايرة السحرية. بسيطة وسهلة جدا، حتى لو بانت في الفيديوهات انها بتبقى صعبة ولكن سهلة جدا جدا. هنتعلمها مع بعض مش هنكمل دقيقتين. بس قبل ما نبتدي الفيديو بفكركم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. فيديو النهاردة هنستعمل فيه خيط سبرينج، ده خيط صوف مصري مناسب جدا جدا للتعليم لأن هو سعره كويس قوي. الشلة أو البقرة عاملة 12 أو 15 جنيه على حسب سعرها دلوقتي عامل كام. هنبتدي مع بعض. هنشيل الخيط ونجيب أوله. تمام. حابة أكبر الشاشة عشان برضو يبان. تمام كده. أنا معايا أول الخيط أهو. هنعمل إيه؟ هقلب صوابعي كده، أنا عايزة أحط أول الخيط هنا. تمام. همسك أول الخيط بصباعي الكبير، هلفه ولفه لفة تانية بالعكس كده عشان أعمل علامة الفي. تمام. يبقى تاني أنا عملت إيه؟ أنا عندي أول الخيط أهو، أدي الصباعين دول، مسكت طرف الخيط بصباعي الكبير، لفيته ولفيت لفة كمان عكس كده علشان تديني شكل الإكس. بعد ما عملت شكل الإكس هبتدي بقى أمسك إبرتي، الخطاف هيبقى بجنب كده، أدخل تحت الأولاني واخد البعيد بالخطاف واطلعه كده. تمام. خدنا بالنا نعملها تاني. أنا مسكت بداية الخيط بصباعي الكبير، لفيته مرة، لفيته التانية وعملت إكس، هحكمه بصباعي ده. تمام. هبتدي أمسك الإبرة بتاعتي، مسكت الإبرة، الخطاف واخد زاوية عشان لما أنزله أعرف أخد بعد كده أقلبه لتحت وأعرف أخد الخيط البعيد. طيب هاخد الخيط البعيد وأطلعه كده. شايفين دي؟ هعمل إيه؟ بالراحة خالص هطلع صوابعي. شايفين دي؟ هي دي كده العقدة السحرية علشان تبقى عقدة بقى وابتدي بيها شغل. ده الخيط اللي أنا بشتغل بيه. هبتدي أعمل إيه؟ أهو مسكت الخيط الطويل على إيدي، شكلت بيه دي عشان يبقى عندي حلقة، واروح عاملة سلسلة عشان أحكم العقدة دي. بقى عندي كده الدايرة السحرية. تمام. نعملها تاني. الخطوة الأولانية السهلة جدا، همسك الخيط أوله بصباعي الكبير، هلف لفة، هلف التانية على شكل الإكس، هبتدي الخطاف هيبقى بزاوية، هنزله من تحت الأولاني واخد التاني البعيد، هيطلع عندي حلقة، هطلع صوابعي بالراحة، أعدل الحلقة قدامي، اخد الخيط الطويل. تمام. أشده، يبقى أنا كده عندي شبه الحلقة. أنا عايزة أحكمها لأن هي مش ثابتة. هعمل إيه؟ هبتدي أعمل سلسلة. تمام. يبقى أنا كده حكمت العقدة وبقى كده عندي الدايرة السحرية. ليه دايرة سحرية؟ لأن أنا لما ابتدي أشتغل فيها، اشتغلت عدد من السلاسل، هبتدي أشد طرف الخيط ده فيبتدي يحكم لي إنه يقفل على الشغل ويبان إنه مفيش فراغ زي ما بعمل في الدايرة العادية. تمام. فلآخر مرة هنعملها مع بعض. أنا عندي طرف الخيط همسكه بصباعي الكبير، هبتدي ألف مرة، ألف التانية عكسها، أمسك الخطاف أو الإبرة بتاعتي، أمسك الخطاف بزاوية تحت الأولانية، أخد التانية البعيدة، أميل الخطاف كده، أخد التانية البعيدة. عندي الحلقة دي صوابعي تطلع بالراحة جدا، الحلقة دي تبقى معدولة قدامي مترجعش لورا، تبقى معدولة قدامي. هبتدي أمسك الخيط الطويل واخد بالي إن الطرف ده ما يطلعش برا الدورية. تمام. هبتدي أمسك الخيط الطويل، أنا مسكت الخيط الطويل وبقى عندي حلقة بس الحلقة متسابة. ابتدي أعمل إيه علشان تبقى ماسكة نفسها؟ ابتدي أعمل سلسلة علشان تكون لي عقدة، وبالتالي بقى عندي الدايرة السحرية. زي ما انتم شايفين أنا بشد الخيط ده لبره علشان أحكمه، علشان ما يطلعش بره العقدة أو بره الدورية.
تمام، وعلى أساسها بابتدي أشتغل عدد السلاسل اللي أنا محتاجاها، علشان أبتدي زي ما قُلت لكم أقفلها وتكوّن عندي الشكل من غير ما يبقى في فراغ في النُص. دي كانت كده الدايرة السحرية، وده كده كان فيديو النهارده. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو شايفين إنه الشرح مش واضح أو سريع عرّفوني، نعمل فيديو جديد ونبقى مع بعض لغاية ما تتعلموها. أتمنى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل في فيديو جديد إن شاء الله.